أوقفت العناصر الأمنية بالعرائش مساء أول أمس الجمعة 15 دجنبر الجاري مشتبها في تورطه في عملية الاعتداء على عون سلطة وسرقة سيراته ومقتنياته قبل أيام، حين كان يزاول مهمته في مراقبة المهاجرين من دول جنوب الصحراء. وحسب مصادر محلية، فإن الموقوف المدعو من مواليد 1980 ينحدر من دوار توازيط التابعة ترابيا لجماعة العمر، تم توقيفه قرب المدار الطرقي بمنطقة ولاد حمو بعد إخبارية توصلت بها المصالح الأمنية. وكان ملثمون يحملون أسلحة بيضاء قد قاموا بالاعتداء على عون سلطة بمدينة العرائش فجر يوم الاثنين 11 دجنبر الجار بغرض السطو على سيارته وممتلكاته، قبل أن يلوذوا بالفرار بعد تكبيل يديه ورجليه، وهو ما تطرقت له شكوين في خبر سابق. وحسب مصادر محلية، فإن عون السلطة المدعو والتابع للملحقة الإدارية السابعة بالعرائش كان يزاول مهامه في نقطة مراقبة للمهاجرين السريين الوافدين على المدينة بالقرب من المركز التجاري مرجان، قبل أن يبغتها 3 أشخاص ملثمين ويقوموا بسرقة سيارتها وهاتفيها تحت تهديد للسلاح. ولا زالت التحقيقات جارية لحدود الساعة لتحديد هوية المتورطين الآخرين في القضية وتوقيفهم، فصلا عن تحديد مكان السيارة المسروقة.